زي ما احنا ما شايفين مع بعض. طيب الالتحام ده قوي ولا لا؟ هنشوف مع بعض كده. بص على رجل لعيب، اللاعب البرازيلي اللي احنا معلمين عليه ده، بص على القدم بتاعته، هتلاقي اللاعب رجليه اهي في الهواء، تكمله اللعبه زي ما احنا ما شايفين مع بعض. ادي نفس الرجل استلم بيها الكره، وبعد كده وقف على الارض، وبعد كده قرر ان هو يقع. اول حاله هنشوفها مع بعض هي ضربه الجزاء الاولى اللي اتحسبت على فريق النادي الاهلي. شوف مع بعض هنا، هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وضربه الجزاء سليمه. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا هتلاقي الاثنين لعيبه بيستخدموا اليد زي ما احنا مش شايفين مع بعض بنفس الطريقه استخدام اليد، لكن هنا الحكم حسب فاول على لاعبي النادي الاهلي. نشوف بقى تكمله اللعبه. هنا اللاعب بعد ما وقع ضرب لاعبي النادي الاهلي باليد. بص الضرب فين. طبعا هنا الضرب في منطقه خطر جدا، كان لازم الفار يتدخل في لعبه زي دي ويجيب الحكم يشوفها. لعبه ان هو فيها تعمد للاذى، في ضرب بدون كوره، في استخدام اليد، واليد يعني قوه زايده، كان لازم هنا الفار يتدخل ويجيب الحكم زي ما شفنا بقيه الحالات في تدخل الفار. لكن هنا الفار ما اتدخلش في اللعبه ديت. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا فاول لصالح النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد، وهنا المسك موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا هتلاقي اللاعب ان هو بيستخدم اليد مع لاعبي النادي الاهلي زي ما احنا ما شايفين مع بعض، ودي بدايه اللعبه. هنا بقى الحكم حسب فاول على لاعبي النادي الاهلي. طبعا برضو قرار غريب يعني. بص على بدايه اللعبه، اللاعب اهو بيستخدم اليد، وهنا حسب فاول على لاعبي النادي الاهلي. نروح بقى لضربه الجزاء اللي اتحسبت للنادي الاهلي. هنشوف مع بعض كده حاجه مهمه جدا. هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد والشد موجود زي ما احنا شايفين مع بعض. بص على القدم، هتلاقي دايس برجليه على وش رجل لعيب النادي الاهلي. يعني هنا اللعبه دي بلعبتين، هنا استخدام اليد وهنا التحام بالقدم. طيب فين الفار في اللعبه زي دي؟ هنا لو ما فيش اي التحام مع لاعبي النادي الاهلي جوه الستة ياردة، مش عند خط ال 18، ده دي جوه الستة ياردة، طبعا فرصه هدف محقق. يعني هو مجرد ما هيلف وشه بقى وشه للجون زي ما احنا مش شايفين مع بعض. ادي الكوره قدامه ووشه للجون، الالتحام طبعا بالقدم موجود. هنا بقى انت حسبت ضربه جزاء، طبعا ضربه الجزاء موجوده، لكن هنا فين الاداري؟ فين العقوبه الاداريه؟ فين الانذار؟ مفيش انذار. تخيل ان اللعبه دي ما فيهاش انذار. طيب هل هنا لو ما فيش اي التحام مع لاعبي النادي الاهلي عنده فرصه ان هو يسجل هدف؟ طبعا جوه الستة ياردة، يعني خلاص الموضوع اي شوطه بجون فرصه هدف محقق. كان لازم اللاعب ياخد طرد، حتى لو الحكم ما ادروش طرد كان لازم الفار يجيب الحكم ويقول له ان هو هنا في اعاقه وفيها تعمد وفي استخدام باليد وفي التحام بالقدم، كان لازم يبقى مع اللعبه ديت طرد. لكن هنا الحكم حتى ما حسبش الانذار. نروح بقى للحاله اللي بعديها، وهي حاله الطرد للاعبي النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم زي ما احنا ما شايفين مع بعض. طيب الالتحام ده قوي ولا لا؟ هنشوف مع بعض كده. بص على رجل لعيب، اللاعب البرازيلي اللي احنا معلمين عليه ده، بص على القدم بتاعته، هتلاقي اللاعب رجليه اهي في الهواء، تكمله اللعبه زي ما احنا ما شايفين مع بعض. ادي نفس الرجل استلم بيها الكره، وبعد كده وقف على الارض، وبعد كده قرر ان هو يقع. معنى كده ايه؟ ان اللعبه ما اثرتش على القدم نفسها. هنا الالتحام مش اي التحام بيتحسب فاول زي ما احنا مش شايفين مع بعض. ادي الالتحام هنا، حتى لو انت عايز تحسبه فاول ما ينفعش تدي اللاعب انذار، لازم تبص على تكمله اللعبه. بص على تكمله اللعبه، بص على القدم وشوف هل القدم اتاثرت ولا لا. هتلاقي ان القدم اللاعب مشي ووقع في الكوره واستلم وبعد كده وقع. دي تكمله اللعبه، ما ينفعش اخد اللعبه من الاولى، لازم اشوف اللعبه في تكملتها زي ما احنا شايفين مع بعض. ادي الالتحام، بص على تكمله اللعبه. ادي الرجل استلم الكوره ووقف على رجليه وبعد كده وقع. ازاي تروح تديله طرد على طول؟ طيب لو دي طرد على طول امال دي ايه؟ ما هنا برضه فرصه هدف محقق. يعني هنا ما حسبتش حاجه على اللاعب، ما اديتوش حتى انذار، وهنا طرد. طبعا قرار غريب جدا. نروح للحاله اللي بعديها، وهي ضربه الجزاء الثانيه اللي اتحسبت على النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه لمسه يد زي ما احنا شايفين مع بعض، وهنا الحكم شاف ان اللاعب اليد مش في الوضع الطبيعي ومكبر حجم الجسم، لكن ما شافش اللاعب البرازيلي اللي ورا لاعبي النادي الاهلي ان هل هنا برضه في اعاقه ولا لا. طبعا هنا الحكم ما شافش اللعبه ديت.